السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم، وحشتوني جدا. النهاردة عاملة لكم فيديو لمربى البلح. بما اننا بقى في الموسم بتاع البلح وكده، يبقى لازم نعمل منه المربى ونخزنها كمان. عايزة اقول لكم بقى ان بطلة الفيديو النهاردة هي والدتي. ربنا يديها الصحة يا رب. هي اللي عملت المربى. ليه؟ لاني انا دخلت عليها وهي بتقطع البلح، فقلت لها لا بس بقى لما اصورك وانتي بتعملي المربى. يلا بينا نصلي على رسولنا الكريم عليه افضل الصلاة والسلام. ونشوفها كانت بتعمل المربى ازاي. البلح ده كان بلح سماني اللي هو الاصفر. تمام. اهو زي ما انتم شايفينه كده. لقيتها مقطعته بالطريقه دي لقطع صغيره كده، ومش متقشر، لان في بيحب مقشر، يعني في بيعملوا مقشر على حسب الرغبه يعني. هنا الكمية دي كانت 80 بلحة. نزلت عليهم بكيس سكر وكوباية صغنونة كده معاهم. ونزلت عليهم بكوباية صغيرة مية. وسابته على النار. تمام. ادي مش المنظر ده شايفينه ده كده بعد 10 دقايق. قلبته شوية. طبعا بنسيبه بقى حوالي ساعة او ساعة ونص. بنسيبه على نار هادية. وكل شوية يعني كل 5 دقايق او 10 دقايق كده نقلبه. تمام. ومهم قوي نهدي عليه النار عشان ما يتلسعش مننا. ناخد بالنا من النقطة دي ونسيبه بقى يعيش حياته كده. بس ناخد بالنا نقلبه كل 10 دقايق كده. شايفين هنا بقى بعد نص ساعة كده. بقى شايفين الغليان. مهم يكون على نار هادية. وهنا بقى بعد ما عدى ساعة مع التقليب، شايفين اللون اتغير ازاي، بقى احمر، لونه بقى احمر. هنا بقى بعد ما قربت على السوا نزلت. كانت محضرة في الكوباية 5 ليمونات وسفندية عاملاها عصير عليهم. اوكي. نزلت بيهم بعد كده قربت على السوا المربى، فنزلت عليهم وقشر السفندية قطعتهم كده، وبرضو نزلتها عليهم على المربى. وكانت حاطة برضو قرنفل، بس ما تصورش القرنفل يعني. وجوز هند، وكمية شوية جوز هند كده. طبعا يفضل لو في خشن، بيفضل كمان احسن من الناعم يعني في المربى. بس هو ما كانش فيه خشن للحقيقة فحطيناه ناعم. الجوز الهند الخشن طبعا افضل للمربى. وبعد ما نزلت بقى بالحاجات دي كلها قلبتهم تقليبة محترمة كده. اوكي. وهتسيبهم بقى على النار برضو يكملوا سواهم شوية كده على نار هادية برضو. وهنا بقى بعد التسوية خلاص قبل ما نطفي عليها، هنا خلاص كده بقت تمام التسوية. وهنا دي شكلها بعد 10 دقايق بعد ما طفينا النار عليها. بعد ما هدت بالطريقة دي هنسيبها بقى لحد الصبح. لحد ما تهدى خالص اهي. بقت شايفين بقى منظرها عامل ازاي، بقت جميلة. كان طعمها تحفة. شايفين منظرها هنا بعد ما هدت خالص. ده كان الصبح الكلام ده. سبناها يعني ليلة من بالليل للصبح قبل لحد ما تهدى، قبل ما تتعبى بقى في برطمانات او اي علب. اوكي. شايفين هتعجبكم قوي، جربوها بالطريقة دي، سهلة جدا وبسيطة. هتعملوا احلى مربى. بس عايزة انوه عن حاجة. طبعا بنحب ناكلها اوقات بالسوداني. لو هناكلها على طول في خلال اسبوع او كده ممكن نحط عليها السوداني. لكن لو هنخزنها ونسيبها مثلا اكتر من شهر او كده
فما يفضلش ان احنا نحط عليها سوداني، لانه بيخزز مع الوقت، بتبقى مخززه كده، السوداني بيخزز فيها فبتبقى مش لطيفه خالص. فطبعا هي كده من غير السوداني طعمها جميل جدا. زي ما قلنا لو حابين، لو هناكلها على طول فنحط عليها سوداني. تمام. يا رب بقى يكون الفيديو عجبكم، وان شاء الله جربوها وهتعجبكم باذن الله. جميلة جدا. تعملوها سندوتشات للاطفال في المدرسة او في اي وقت. والشتا جاي بقى، ساندوتش المربى في الشتا طبعا بيدفي. شكرا ليكم، سلام عليكم.